اكتفتش ميمي شكيب بالنجاح اللي حققته على المسرح وبس، ونقلت نجاحها للسينما. كان أول فيلم ليها ابن الشعب، وكان البطل معاها سراج منير، وكانوا في قصة الفيلم بيحبوا بعض. وتحولت قصة الفيلم لقصة حب حقيقية بين ميمي شكيب وسراج منير، ولكن فرحتها ما اكتملتش بسبب رفض أسرتها للجوازة دي، لأنهم كانوا عايزين ترجع لجوزها أبو ابنها، فسابوا بعض. وبعد 3 سنين اجتمعوا تاني في فيلم مع بعض، هو فيلم الحل الأخير. وكرر سراج منير طلبه مرة تانية، والمرة دي أهلها وافقوا. بس المفاجأة بقى إن أهله هم اللي رفضوا، لأنهم ما كانوش عايزينه يتجوز من فنانة. فراح سراج منير على طول لنجيب الريحاني اللي كان متعاطف مع قصة حبهم، فتوسط أكتر من مرة عند أسرة سراج. وبعد محاولات لسنين وافقت الأسرة